يلا. يا ابن الكلب. الحمد لله على السلامة يا حاج. نورت الدنيا، اتوفقت المشوار كنت فيه؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا ما يحرمنا منك ولا من دخلتك ولا من تراب رجليك يا حاج. امين يا اخويا، امين. مش كنت تقول لي انك جاي ولا تعملها لي مفاجأة كده؟ زود عندك يا عبعاطي ازازتين زيت وثلاث علب صلصة وعايزة كيلو ونص بتلو وفرختين شمورت وازازتين فينيك. ده غير الخضار اللي طلبتيه والرز ولسان العصفور؟ ولو ما لقيتش كوسة عدلة هات بدلها بامية، بس ما يضحكوش عليك بقى ويدوك بامية كبيرة، البامية لازم تبقى صغيرة. أوامر يا ست شروق، كل حاجة هتبقى عندك دلوقتي حالا. تأمري بحاجة تانية؟ برغل عشان ابقى اعمل للحاج كوبيب. وانت بتعمل الكلام ده ليه؟ ما تبعت الواد كيرو اللي بيقضي طلبات شاديه يقضي طلبات الست. لو النبي بلاش اللي بيجيب طلبات شادي، احسن تقول له يسمنها ولا حاجة يا حاج. عندك حق، بلاش الواد كيرو، ابعت اي حد تاني يقضي طلبات. عيني يا حاج، بعد إذنكم. ازيك يا اخلاص؟ الحمد لله على السلامة يا رجب. نغير هدومنا احنا بقى ونتكل على الله طالما جوزك جه. ما انتوا منورين، البيت بيتكم. عشان يسيبكوا على راحتكم. السواق تحت ياما هيوصلكوا. ماشي يا حبيبة امك. بقول لك ايه يا لبنى، ما تجريش في دماغي وسيبيني في حالي دلوقتي عشان ما ازعلكيش مني. هو انت ليه محسسني اني راميه بال عليك؟ عشان دي الحقيقه يا لبنى. بقول لك ايه يا مختار، اوعى حبي ليك يخليك تقل مني وينسيك انا مين. انا لبنى بنت فرج الجريتلي اللي تقدم لي 100 عريس ورفضتهم كلهم عشانك، ولو كنت قلت يا جواز من بدري كنت مد ايدي ونقي. كنت مدي ايدك ونقي اي واحد من ال100 عريس دول يا لبنى وحلتي عني. ده انا من ساعه اليوم الاسود ده وانا ما شفتش غير نكد وقرف وصداع. انت مكدراني يا بت. الهم والنكد دول بسببك انت، وما تغلطش فيا يا مختار عشان انا كمان غلاطه، بس بمشي دنيتي معاك. تغلطي في مين ملعون ابوكي؟ على الاقل ابويا فرج الجريتلي مش حوجه الطبال. طب انت متاكده بقى يا بنت فرج الجريتلي ان حميده تبقى امك؟ يعني انت حميده؟ ها؟ ايه يا مختار؟ حسبي يا أما. يا مختار في ايه؟ استحمى فوتك. ايه يا لبنى؟ ليه يا حبيبتي بيتنكفوا في بعض كده على طول؟ حصل ايه؟ مختار بيقول لي ان حميده مش ام. يعني ايه؟ اكيد استفزتيه فبيكيدك. يعني ايه يا بنت حميده مش امك؟ يعني احنا جايبينك يعني من ملجأ؟ لا يا حبيبتي، لا لا.
ايوه يا شوشو. يا عبعوتي، الملف في ايدي، الورق اللي انت عايزه. ورق مبايعة أملاك رجب الجريتلي، كذا ورقة كده متلبسين مع بعض. أول ورقة فيهم مكتوب عليها إقرار تنازل. مبايعة يا عم انت مجنون؟ انت حشرية كده ليه؟ شايفاها يعني خلصت بالصلاة على النبي؟ ما أنا كنت هلبس. سيبها لك قدام الباب. أنا هو. عبعوتي، الكشف عليا وعلى أعدائي. كلمتي ضامن. اوف ستيك ده يا تاخدك يا أخي. يا شش تعملي ايه؟ كنت بشيل فلوس امي في الخزنه، اصلا خايفه تشيلهم عندها بعد اللي حصل، بس بالله عليك اوعى تصرف منه. فلوس امك؟ مش جوز خالتك سرقهم؟ ده حوار طويل قوي هحكي لك. وانت مسافر قلنا نسلي نفسنا على ما ترجع، ونعمل كاننا في فيلم الطريق الى ايلات وندور على بوشكاش. رحنا عند الراجل اللي بيشتري منه مخدرات عشان نعرف مكانه، ووصلنا فعلا، بس طلع ملك الموت سبقنا وخد روح الراجل وطلع. رحنا طالعين على المكتب بتاع مكرم شخادين، وهجمنا عليه هجمه رجل واحد، ونزلنا فيه ضرب وفين يوجعك، لحد ما دلنا على الشقه الجديده اللي مأجرها بوشكاش، ووصلنا له وطبينا عليه. والمنتن خد نص الفلوس واتضم النص التاني، بس هي مرضيه. بس انا بقى مش مرضي وهجيب النص التاني. لا، ما هو صرفهم خلاص، بعدين الحوار خلص. ما تشغلش نفسك انت، امي وخالتي وبوشكاش الداخل بينهم مفقود، هيصدعوك. بس انا زعلانه منك، كان المفروض تقولي ان انت جاي، مش تطب كده فجاه. كنت عايزه اطبخ لك، عارف لو عبعاطي ما كانش واقف ما كنتش دخلتك من البيت. غصب عني يا شش. بعدين انا قايل لك دايما في سفريات الشغل بسيب تليفوناتي كلها عشان الصداع، عشان كده ما عرفتش اكلمك. ماشي خلاص هسامحك.